ماذا تطلب من كولر وجوميز في رحلتي تونس والمغرب؟ كلنا بنسأل نفسنا هذا السؤال. أنا عن نفسي وبكل أمانة أتمنى الاتنين يكسبوا. بعض الناس بتبص كده للي بيتقال لهم وبتحط له حسابات معينة، تصدقوا ولا ما تصدقوش؟ الراجل ده بيتكلم صح ولا بيتكلم غلط؟ الراجل ده بيتكلم من قلبه ولا بيقول كلام أي كلام؟ يعني أنا مش محتاج يعني أقول وأعيد. بالتأكيد طبعا الأهلي والزمالك لما يكسبوا جماهير الأهلي والزمالك هيفرحوا، ثم الكرة المصرية هتكبر، وبعدين الأهلي والزمالك يلعبوا بعض ويحلال حلال بعد كده. لكن مفيش شك إنك تتمنى الفوز للفريقين دي حاجة جميلة. يعني مسألة التخلص من العقد والكلاكيع والتعصب دي مسألة مهمة جدا، لأن كل بيت فيه الاتنين، يعني عايزين نخلص من القصة دي. ماذا أريد أنا من كولر وماذا أريد من آه، جوميز؟ حاجات بسيطة جدا جدا، بعيدة كل البعد عن الفتي الفني أو الكلام الكبير المجعلص اللي ممكن نسمعه بأمور تحليلية كبيرة، أو إنه كلام ممكن ما يكونش ماشي مع الواقع. مطلوب من كولر إن هو يستمر كما هو، إنه يعتمد على الأجهز، وهو يملك مجموعة ممتازة من اللاعبين. يستمر في سياسة فرض الهيمنة والسيطرة على الأداء اللي يشارك فيه من يستحق فعلا. هو ماشي حلو جدا جدا في مسألة إن هو يقرص الودن كويس فبيجيب نتيجة. يتعامل مع المباراة بشكل فيه نوع من الحنكة والخبرة شوية، لأن الترجي واخدها جد بشكل مش طبيعي. الترجي يعني هناك بعض الأمور اللي بتشير إلى إنه المباراة يعني ليها اهتمام المرة دي مختلف تماما، والناس شايفة إنه الأهلي ما ينفعش يجي ويرجع كل مرة من الترجي يعني كسبان. حقهم زي ما هو حق الأهلي إن هو يكسب. قافلين على اللعيبة تماما، تصريحات ممنوعة، مبادرة معسكر، يعني تركيز غير طبيعي. أعتقد إنه كولر يستطيع إن هو يتعامل بالعقلية السويسرية يعني الهادية، اللي فيها نوع من يعني الاستقرار النفسي، اللي بيساعد كتير جدا جدا ان اللعيبه تنفذ اللي هو عايزه، اللي هم عايزينه. وعايز كمان من كولر ان هو يحط تشكيل صح. هو اكيد هيحط تشكيل صح. هو في بعض الامور اللي كانت بتحصل في الدوري، وجه الكابتن الخطيب لما الامور اتاخرت شويه في سوء علاقات بينه وبين بعض اللعيبه، بن ستاو وقفشه احمد عبد القادر، ودخل الخطيب في الموضوع، اتلمت، بدات الامور تستقر. فيعني اتمنى ان يتم البناء على الوضع الحالي في فريق النادي الاهلي، لان المباراه اللي في تونس هتحدد بشكل كبير جدا موقف الفريقين في بطولة في مباراة العودة. أريد من جوميز عدم الفزلكة، وبقول له فكرة إن أنت ما عندكش قماشة، القماشة موجودة. اللي جايبين عبد الله السعيد وهيجيب ناصر ماهر وأي حد تالت، يعني ما أعتقدش إنه هيكون ليه تأثير، لكن هما الاتنين دول هم أهم اتنين. وأعتقد إنه فنيا حتى في مباراة الدوري لو لعب عبد الله السعيد فقط، يعني هيبقى الاداء يعني في ايجابيه اكتر مما لو لعب جنب احمد حلمي، جنب ناصر ماهر، لان الاثنين شبه بعض. واعتقد غياب الاثنين مش هيكون له التاثير الكبير هناك. يبقى عدم الفزلكه، العب بالشكل اللي يسمح بانك تعود بافضل نتيجه ممكنه. اختراعاتك وابتكاراتك واختياراتك في التشكيل دمرت حاجات كتير، وبالتالي الفزلكه غير مطلوبه. عارف انه الناس قعدت مع الكابتن جوميز، كابتن احمد سليمان، والناس المعنيه بالاشراف على الكوره، الكابتن حسين السيد، والراجل قال لك ان انا ان شاء الله
يعني هركز والامور هتمشي كويسه. برضو المفروض منه جدا ان هو يعني لا يتهور، لان النهضه بركان فرقه كبيره ما ينفعش تغامر بيها. العب تجاري، بحيث ان انت كل ما الوقت بيعدي كل ما الامور بتمشي اكتر. الحته الدفاعيه مطلوبه جدا جدا انك تظبطها يا سيد جوميز، واعتقد انه الحرص الدفاعي هو بدايه المشوار انك تحقق نتائج ايجابيه هناك. يعني باختصار كلام كلكم حضراتكم بتقولوه، فالمطلوب من كولر وجوميز السعي قدر الامكان العوده من تونس ومن المغرب بافضل نتيجه ممكنه. وعلى فكره افضل نتيجه ممكنه لا تقل عن التعادل، لانه في النهائيات الكبرى الفوز بهدف واحد ممكن يحقق لك البطوله، وده موجود كتير جدا في المشاوير الماضيه. وان شاء الله الاثنين يرجعوا لنا على الاقل بلا خساره، على الاقل بلا خساره. حينئذ هتكون البدايه الحقيقيه لعوده العرش الافريقي المزدوج لبطلي او لنجمي او لقطبي الكره المصريه، وبالتوفيق للاثنين. والله فعلا التوفيق للاثنين، لازم كلنا يبقى عندنا يعني هذا التوجه ونخلص النوايا، يعني حتى يعود الفريقين ان شاء الله كسبانين. وشكرا لحضرتك.